السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم عن جديد بقناتي. اشتقت لكم حيل وميل ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم بلشت معكم الصباح الله خير من الساعة 6 الصبح بعد ما صليت الصبح. سويت نسكافيه وبلشت. قعدت على رواق حد الصوبة. شغلت الصوبة وقعدت حد الصوبة اشرب النسكافيه، ظليت شغلة نص ساعة هيش قاعدة. بس مثل ما تعرفون ما اقدر اشرب النسكافيه على الريق. اكلت فواكه حتى اشرب النسكافيه. بس ضليت قاعدة على رواق، الولاد نايمين والجو بارد والصوبة شغالة حدي والنسكافيه حاضرة. أجواء رائعة عن جد يعني. فوالله قعدت نص ساعة بس بعدين ضليت كل النهار أشتغل. فكان عندي شغل كتير حيل وميل بالمطبخ، نظفت المطبخ تنظيف عميق كلياته يعني. هسه تشوفون بالفيديو. طبعا هذا الفيديو صورته اني من 3 ايام قبل موجة هالبرد اللي هسه موجودة هسه عندنا يعني. بموجة برد حيل يعني، شايفين جو بارد اليوم، مطر زادين هسه الصبح قاعدة اسجل صوت عليه وان شاء الله ينزل. ان شاء الله انه انزله اليوم. فبلشت آكل هيك بالفواكه وبعدين أشرب النسكافيه على رواق تام. أخذت قسط من الراحة، من غير مالك وميلة، على رواق هيك. عن جد اللي يفيق بكير، إذا نفيق بكير بالتالي نلاقي وقت إنه نقعد لحالنا من غير صوت الولاد، الله يحفظهم ويخليهم. بس يعني هيك يعني لازم الواحد يكون له وقت، على وقت رواق هيك حتى يقدر يتحمل، يقدر يستمر هيك. فهيك قاعدة أسوي لكم جولة بالمطبخ قبل ما أبلش تنظيف. شايفين أني كل أسباب التنظيف، هذا التنظيف اللي راح أسويها هو السقف عندي يهر دهان مثل ما شفتم. فمبهدلين الدنيا حيل يعني، مبهدلين الدنيا كلياتها. صار عندي إهمال من شي أسبوع وجاي بالبيت، لأنه كنت أعرف حالي إنه راح أسوي هاي التنظيفة. فأهملت وين ما أجي أحط الأدوية، وين ما أجي أحط المرطبانات، فصار إهمال كبير بالمطبخ. ف هسه باليوم راح أنظف تنظيف عميق وبعدين أرتب على حسب إمكانيات اللي عندي وعلى حسب ما أقدر. أول شي راح أفضل المطبخ وبعدين بلش بالسقف. شايفين شلون يعني، وخاصة إذا يكون أيام تيجي أيام رطوبة كل النهار يظل يهر دهان. أي والله. شايفين هذا المكان زادين معذبني، هذا الممر هذا صغيرون زادين معذبني هذا المكان، يا لطيف يهر دهان حيل. فأول شي لملمت كل شي جلي عندي، جليته وحطيته بمشكل جلي. بعدها فاقم الولاد وسويت لهم حليب وسويت لهم فواكه وأعطيتهم. سألت أبو مالك إذا أسوي لك فطور، قال لا، سوي لي بس نسكافيه حتى أشرب. اليوم حابستهم بغرفة النوم كلياتهم حتى أقدر أشتغل. الحمد لله إنه لو مو أبو مالك معطل مستحيل ما أقدر أشتغل هالشغل هذا. فهو ساعدني بالمالك وميلة مسكهم لهاهم، وأني بلشت شغل بالصالون والمطبخ. فهنا بعد ما كنست المكيتات كنستهن بعدين شلتهن، لأنه هاي المكيتة كبيرة ما أقدر أنفضها هيك بإيدي. حيل كبيرة وثقيلة فما أقدر. اللي هيك كنستهن اثنيناتن وبدي أشيلهن حطهن مكان ما يتوسخن بيه، لأنه يا لطيف غسيل السجاد بالشتوية مستحيل حدا يغسل سجاد بالشتوية. فهنا قاعدة أشوفكم الأجواء برا، مغيمة الدنيا بس الجو دافي يعني، ماشي حاله وأنا مدفي حالي الحمد لله ومبلشة شغل. يعني زاد قررت إنه زاد أنظف السقف، عندي سقف الصالون زاد يهر دهان بس مو مثل المطبخ شوية يعني. فقلت زاد هنا أهره فرد مرة، ومسح الشبابيك ومسح الحيطان اللي يوصل لهن ولادي، اللي يوصل لهن ولادي يعني يحطون ايديهن عليهن، واشطف المطبخ شطفة وبعدين امده.
هنا طلعت أغراض المطبخ كلياتها طلعتها هنا، استغليت إني حطيتها بالصالون. نظمت المواعين مع بعضها، الجاطات مع الجاطات، والمصافي مع المصافي، والصواني مع الصواني، والطناجر مع الطناجر، هيج حتى بس أرجع، بس إنه أرجع ما أبلش إنه أرتب وأسوي. اي، فمسحت هذول الرفوف زادين، مسحتهم وطلعتهم، مسحت هذول الرولات، حسيتهم انه نضاف، ما يلزم اني اغسلهم، فمسحتهم وطلعتهم، حطيتهم هناك على حد، يعني على جنب، لأنه هذول كثر الغسيل يوخر لونهم. والغنان المونزات حطيتهم ومسحتهم، وبدي أبلش تنظيف عميق بالمطبخ. شايفين هذا الدهان كله كان عرفوف. هين هريت السقف، الدهان اللي على السقف، وقاعدة أشوفكم المنظر بعد ما هريت دهان السقف يهتر، حتى ما يظل يهرهر، يعني شي بالكيلوات، الله وكيلكم. شايفين شلون المنظر عندي؟ الحمد لله انه قررت اسوي هالشي قبل موجة هالبرد، لانه بس تكون الجو باردة ومطر هيك يصير يهر دهان اكثر واكثر يعني. فوالله هسه بدي ابلش اكنسه كلياته واشيله، وبعدها عند البراد زاد بدي اغسله غسلة عميقة، واغسل مشكة جلي، واشوف شنو بدي اسوي. فهين والله بلشت اكنس مثل ما انتم شايفين. هذا بده كله كنسو قبل ما احط مية، إن كان اغسل البراد او يعني قبل ما احط مية حتى ينشال معايا. فكله كنسته هذا واشيله. شايفين يا كثر كمية، الله وكيلكم، شايفين انتم مش قد. بس الحمد لله انه قررت انه اسوي هاي التنظيفة، لانه صعبة جدا، يعني مر علي هاليوم هذا، يا الله يا ما اصعبه. بس الحمد لله انه كان ابو مالك معطل ومسك الولاد. لو انه مو معطل ما اقدر اسوي هاي التنظيفة بالنهار، ممكن بالليل، يعني بعد ما انيمهم ابلش تنظيف هيك. بس صعبة حيل، يعني استصعبتها بالليل. فطلبنا المساعدة من ابو مالك، والحمد لله ما خجلنا. هنا بعد ما شلت الدهان مثل ما شفتم، بلش التنظيف عميق وجلي للبراد. بدي اجليه وانظفه تنظيف عميق، وبعدها امسحه، انشفه من المية واحطه على جنب. وبعدها زاد عندي مشكل جلي، زاد بده جلي تنظيفة عميقة يعني، كل اليوم تنظيف عميق. وبعدها امسح اغسل الشباك زادينا بالليفة، واجليه يعني جلي، واوضحه بالمية، كبي عليه مية حب يعني بيش التنظيفة، كثر مية. والحيطان من فوق امسحها بشقفة، واللي اناطها حد ما اناط اني اجليه جلي زادينة، واكبي عليه مية، واجلي المجلة كلياته من تحت ومن فوق ومن كلياته، اجليه جلي بمي وبفرشاية المجلة. هنا زاد عندي مشكل جلي، زاد بدي ابلش اجليه واحطه برا. هنا طبعا مع التصوير والشغل ماني يعني قاعد اشتغل مثل ما بدي اني، لانه ماسكة الكاميرا بايد، وبايد ثانية قاعد اشتغل، بس قاعد اشوفكم يعني، بس ارمي الكاميرا اشتغل مثل ما بدي اني، شي برد القلب يعني. حابة أقولكم الشغل اللي قاعد تشوفونه اللي صورت لكم إياه نسبة 10% من الشغل اللي اشتغلته بالنهار بهذا التنظيف. يعني لو بدي أصور لكم كل شي اشتغلته وكل شي سويته، بديكم تشوفون الفيديو من الساعة 6 الصبح للساعة 12 بالليل. هنا بعد ما خلصت طبقت المطبخ، رجعت كل شي على مكانه، ورتبت حسب ما أقدر. وشطفت الصالون ونظفته تنظيفة عميقة مثل ما قلت لكم. مديت السجاد بالليل بعد ما نيمت ولاد، الساعة بعد 9:30، يعني بلشت التنظيف بيها 9:30، انتهيت 12. بلشت افرك بالسجادة هيك مي حلوة، فورتها، حطيت بيها كل شي مواد تنظيف عندي مخلوطة يعني. وبلشت بهاي الفرشاية الجديدة، اشتريتها جديد لانه اللي كانت عندي خلاص انتهت، اعفيتها. فجبت هاي فرشاية جديدة حتى أبلش أنظف بيها. صار لي شي شغلة شهر ما نظفت السجادة عندي، هاي التنظيفة زادين.
فبيها أشياء الله وكيلكم لا تعرف ولا تحصى. فبلشت أنظف بيها مثل ما انتم شايفين هيك بالفرشاية والمي. بعد ما أقدر أنظفها بالنهار هيك لأنه تصير السجادة خضرة ما ينقعد عليها، فأيمت ما بدي أنظفها هيك لازم أنظفها بالليل بعد ما تنام العيلة، حتى من للصبح تكون ناشفة وينقعد عليها. فحيل حيل كويسة هيك إذا تكون السجادة عندي وسخة ونظفها هيك بترجع كأني توني غاسلها بمي وناشرها زادين. فبلشت أنظف بها. فوالله قلت لكم بلشت الساعة نهاري الساعة 6 الصبح، انتهيت الساعة 12 بالليل. تخيل يا رعاك الله. بس طبعا مالك وميلة هو زانينة كنت يعني اروح اجيب لهم اخذ لهم اودي لهم يعني كل شوي ها تعالي وروحي وجيبي وخذي. ايه يعني هيك. فهي قمت اسوي لكم جولة بعد ثاني نهار الصبح. بالليل شفتم فركت السجادة ما خلصت الا اني باخر نفس، اخذت مني وقت ساعتين. فنمت بعدها نمت الصبح فقط كنست البيت تكنيسة، وشفت ايش في عندي ترتيبات هيك مواعين جلي شوية كان بالمجلة جليتن. سويت لكم هاي الجولة قاعد اركز على السجادة اشوف ايش قد نظيفة يعني، حتى بالواقع أخرى مبينة علي نظيفة. كل شوية أروح وأجي أدحق عليها يعني، بس أشتغل لي شغلة هيش تنظيف عميق كل شوية أروح وأجي أدحق عليه على قد ماني فرحانة بيه. يعني قمنا نصور بالحب ميلة وأبو مالك ومالك راحوا يجيبونا فطور. لأنه البارح قضيناها ناكل مكدوس، أفطرنا مكدوس، تغدينا مكدوس، تعشينا مكدوس، سهريتنا مكدوس، كليات النهار البارح مكدوس. اليوم حبينا نعز نفسنا لأنه البارح أهملنا حيل يعني. فشفتم الصالون عن جد ريحة النظافة روعة روعة. مدة أصور لكم فيديو 20 دقيقة متوا على قد ما نظيف تنظف معاي. والاسفنجات شفتم وجوه اسفنجات كنت غاسلها قبل بنهار ولسه عندي وجوه المخدات بس بدي اغسلها. هين بلشنا تصوير بالمطبخ. قاعدة اقول لكم هذا مفك والملاح هذا حاطن حتى يمسكنا الرول. فرتبت مثل ما انتم شايفين يعني باللي اقدر عليه. كان المكدوس هنا على الرف هذا اللي قدامنا هسه، بس نقلته هسه طلعته برا وحطيت هنا هذول المواد المونة هنا. كان بيتي فاضي طبعا ما بي مونة بالبيت. بعد الفيديو الجاي بإذن الله راح أصور لكم مشترياتي للمونة للبيت. من بطاقة التغذية الحمد لله مشونا الأمم التغذية. كانوا ممشينا المالية وقفوها ومشونا التغذية الساتينة. بدنا بكرة نروح نسحبها نجيب المواد الغذائية من التغذية نشوف شنو يطلع عنا بيها. طبعا لكل شخص 500 ألف مثل ما تعرفون الناس الموجودة بلبنان، وإحنا 4 أشخاص موجودين بيها. يعني يطلع لنا 2,000,000. نشوف شنو يطلع لنا بهال2,000,000 بكرة نشوف إن شاء الله. بالفيديو الجاي راح تشوفون أصور لكم. وهين شايفين شلون مرتبة اني. وهين طفت الكهرباء بعد ما واني قاعدة اصور طفت الكهرباء. تفصل وترد ترجع الكهرباء الاشتراك ولا دولة ما بي، بس الاشتراك دايما 24 ساعة. هنا النظافة عن جد نفسيتي شقد ما اسولف لكم واقول لكم مرتاحة على قد ما انه كل شي مرتب عندي كل شي نظيف والحمد لله. هاي السلة حاطة بها نواع من المطبخ. هاي الطناجر بقلب بعض والمصافي والجاطات بقلب بعض. هذاك السطل حاطة بيه معالق وسكاكين وهيك رافعها بشكل جلي. بس الجليات اللي توسخ انا احطهن بيه بس ينشفن اشهلهن فوق اخليه فاضي هيك مثل ما انتم شايفين. ولسه مثل ما تعرفون انه قمت اطبخ على الطباخ السفري. هنا هذا الصندوق اللي حاط بيه مواعين غزيز جاطات غزيز خفت انهضها فوق وتنكسر فخليتها هين تحت. يعني حقها ما لمينا من الشارع الجاطات. تعب يمين وعرق جبين يعني ما جبنا بالامر السهل. فاذا رفعت فوق اخاف انه ينكسرن فحطيتن تحت هنا يعني. وهذا احط الفواكه يعني يكون عندي فواكه احطها هين. هذا البراد نظفته تنظيفة عميقة. الفرن مسحته تمسيح من فوق لانه قليل ما قاعد اسوي شي عليه. هنا راح ابو مالك قلت لكم جاب لنا فطور هو ومالك فول ومسبحة
وحطينا وقمنا ناكل على نظافة، البيت نظيف، نفسيتي مرتاحة على آخر عيار، مو عيار كتير سوالف ما لحقت أسولف لكم إياها الله وكيلكم، حسيت إنه ما لحقت أسولف لكم إياها كنت مقررة أسولفها دايما يصير بيا هيجي. فهذا فطورنا أفطرنا والحمد لله وبيتي نظيف، لسه عندي غرفة النوم بس هسه بموجة هالبرد ما خارجة أعزلها. وهذا فيديو اليوم، أشوفكم فيديو جديد في أمان الله.